أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله. أزول في اللون مرحبا يسوون إن شاء الله لا فيديو كي كنت فكوا بخير وعلى خير لو تسمع فيك زر وين كون با وين يعجب. أما كتوالي ملاوزة بوسيكيان ذي الحمل الحلو أما كنزرا من شافيل فريكلاك ذي الحمل الحلو ذي بلافاي مسفهمني كوزايين باش هذي لينك ثمغرايوين ناضي رمضان الحمل الحلو ذي تنتهكيان سلفا بيسيك لك ذوك سوم لك السكر لاصوصينيس الشابة تزورات شغل لعسيلة تشبحات فهد لا فيديو على المتاقرة باش نزمكم كيف تهكا. السلام عليكم أخواتي الكرام، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن الأحوال ويلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. كما شفتوا وصفة اليوم هي الحمل الحلو، شرب فريك والحمل الحلو ولا طاجين الحلو باللحم ولا بلا لحم. هي أطباق بزاف بنينة اتفقوا عليهم تقريبا جميع الجزائريين يكونوا حاضرين في الأعراس وخاصة على الطاولة الرمضانية. هناك عدة طرق لتحضير هذه اللوحة الفنية، تابعوا الفيديو الآخر لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. عندي أطراف تاع اللحم غلمي، تقدروا تستعملوا البقرية. عندي الفواكه المجففة، عندي الأناناس المشماش الكيوي وأيضا العنب ولا البرقوق المجفف، أيضا ربع كيلو تاع زبيب ولا العنب المجفف، وكنلمهم في بول واحد نتحصل على كيلو تاع الفواكه المجففة. عندي ايضا 3 حبات تاع التفاح منقيين مقشورين، نحيت لهم القلب والزريعه وخليت لهم العنقود، حطيتهم في الماء والقراص باش يحتفظوا على اللون ديالهم. عندي ايضا كمشه تاع اللوز مقشر، من بعد نقليه في شويه تاع الزبده. بليسيبيس نستعمل 2 حبات تاع ليطوال دانيس ولا نجمه الارض وايضا عود تاع القرفه. نقول كيلو تاع الفريسيك تقابلها كيلو تاع السكر، انا نقصت منها. واكيد كل ما تنقصوا من كميه تاع السكر تنقص كميه تاع لاصوص في الحمل الحلو. تقدروا تعمروا الكيلو ولكم الاختيار. في قدره نحط حوالي ملعقه كبيره تاع زبده الافضل ولا ملعقه تاع السمن، نحط عليها اطراف تاع اللحم، نزيد عليهم عود تاع القرفه ونجمه الارض، من بعد نمرق بالماء سخون. وكما شفتوا هذا الطبق لا قليان لا لي زيبيس لا زيت ولولا كميه تاع السكر اللي فيه يكون اكل صحي 100%. نمرق بالماء سخون حتى يتغطى كامل اللحم، نحط عليه ملعقه كبيره تاع السكر ولا زوج. ما نكترش السكر باش اللحم ديالنا يحتفظ على اللون ديالو ما يكحلش وايضا ما يكونش عاصم وما يطولش في الطياب. نفرق العينه على باقي الفواكه الجافه باش نفورها. الافضل العينه نفوروها باش تطيب وتطرى، لانه لو كان نحطوها مباشره في لاصوص تطول في الطيب وايضا تكحل لاصوص. وايضا حطيت الزبيب والفواكه الاخرى وحدهم، نحط عليهم ماء المغلي باش نقعهم ويطراو، وكل ما يبرد الماء نبدلو بالماء المغلي، نقعد نبدلهم في الماء حتى الوقت اللي يطيب فيه اللحم. بعد ما جلست حوالي نصف ساعة على اللحم وهو يطيب، تفقدت عليه ولقيته دخلو طياب، نحط عليه رشة تاع الملح باش نعدل النكهات ونعاود نغطيه ونخليه يكمل طياب. في مقلة صغيرة حطيت حوالي ملعقة كبيرة تاع الزبدة ونحط عليها اللوز باش نقليه ونقعد نحرك فيه حتى يتحمر ويتقرمش. هذا اللوز شريتوه بلا قشور، اذا عندكم اللوز بقشورو تقدروا تحطوه في ماء مغلي حوالي 10 دقائق، وكي تضغطوا على القشرة تتنحى بكل سهولة. وكما راكم تشوفون اللوز ديالي بدا يتحمر، نقعد نحرك فيه حتى يتحمر كامل، من بعد نصفيه ونخليه يبرد. تفقدت اللحم لقيته طاب والفرشيطه ندخل فيه بسهوله، وايضا كميه تاع لاصوص اللي فيه لاباس بيها. نحط فيها الحبة تاع التفاح ونحط القدره فوق نار خفيفه ما بين نوجد الفواكه الاخرين. هذا التفاح اللي استعملته بزاف طري وطايب، على به نحيته بعد ما غلى مع السكر والفواكه الاخرى حوالي 2 دقائق، وفي الاخر رجعته باش يتشرب من هذيك العسيله. صفيت كامل الفواكه الجافة كما راكم تشوفون، الكيوي الاناناس المشماش وايضا زبيب. حبيت نحشي هذا المشماش كما راكم تشوفون، في بلاصه النواه حبيت نحط حبه تاع اللوز محمر، كاين حبه تاع المشماش محلولين وكاين اللي ماشي محلولين. ندير لهم فتحه صغيره بالموس كما راكم تشوفون ونحط في الداخل حبه تاع اللوز. هذه الخطوه اختياريه لكنها كتتبيره باش المشمش ما يبقاش فارغ في الداخل. هذه الانواع تاع الفواكه الجافه اللي حطيتها تقدروا تزيدوا وتقدروا تنقصوا. الكيوي والاناناس والتفاح تقدروا تستغنوا عليهم، اما العنب الزبيب والمشماش هما اساس الحمل الحلو، وخاصه العنب ولا البرقوق المجفف. بعد ما حشيت كامل المشمش باللوز، نحط كامل الفواكه الجافه المتبقيه في لاصوص كما راكم تشوفوا، الاناناس المشماش والكيوي، نزيد عليهم ايضا زبيب بعد ما صفيته، وفي الاخر نزيد الكميه تاع السكر. نحرك القدران كما راكم تشوفون باش يدخل السكر في لاصوص، من بعد نحطها فوق النار ما بين نوجد العينه. بعد ما فرت العينه وطابت كما راكم تشوفون، حبيتش نحطها مباشره في لاصوص، حبيت نشللها بالماء سخون
وكما راكم تشوفون راهي تطلق في الماء البني ولا كحل، وهذا لاكولور تقدر تخسر في اللون اللحم الحلو ديالنا. بعد ما شللتو 2 خطرات ولا 3 صفيتو ورايحه نحط حبه تاع العينه داخل القدره كما راكم تشوفوا. نرجع القدره فوق النار ونخلي كلش يطيب مع بعض، نخلي لاصوص تغلي وتجمر حتى نتحصل على عسيله ثقيله نوعا ما. والدليل على ان اللحم الحلو ديالنا طايب كي نشوفوا الشربات ديالو بدا يعقد كيما عسيله خفيفه، وايضا تشكل عليه فرقعات كبيره. نطفيو عليه باش يبقى اللحم دائما طري، وايضا الشربات ديالو ما تكرملش. واكيد زدت معاه شوربه فريك بالغنمير كما راكم تشوفوا. الشوربه ديالي مازال ما طابش، هذا وين مرقت عليها. وايضا زدت معاهم البوراك بالفرماج ولا فيونداشيا. اما الطبق الرئيسي لنهار اليوم فهو شتت حاجات كما اللي درتها معكم في القناه، نخلي لكم الرابط في اول تعليق. هذا هو طبق اللحم الحلو ديالي بعد ما برد كما راكم تشوفوا. اللحم الحلو معسل ولاصوص صافيه كما راكم تشوفوا، ما فيهاش كامل الكحوليه تاع البرقوق ولا العينه. قدمته بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا بالقرفه وليتوال دانيس، وايضا رشه تاع جرجير محمر فوق العينه. زينته بالمندرين صغيره معمره بالجوز. سبق وان حضرت معكم هذه الوصفه في القناه، نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. واكيد اللمسه الاخيره للطاجين الحلو ولا اللحم الحلو هي الحبه تاع الجوز محمر المقلي. هذا اللوز يمد بنه وقرمشه للطبق ديالنا. كما تعرفون اللوز يحب الحلاوه. هذا هو تقديم الاخر للحم الحلو ديالي كما راكم تشوفوا مع الحبه تاع التفاح. اللحم الحلو ولا الطاجين الحلو نقدموه بكثره في الاعراس وفي المناسبات، ومتفقين عليه في شهر رمضان الكريم. وكما راكم تشوفون طبق راقي بريزونطابل يحمر الوجه، ودائما تقديم حسب الذوق. كاين بزاف اللي ما يحبوش اللحم يطيب في السكر، على بها تقدروا تستغنوا عليه وتطيبوه كطاجين حلو بمختلف الفواكه المجففه. في الاخر تزينوه بحبه تاع اللوز المحمره. كما راكم تشوفون كامل الفواكه المجففه طايبين، الاناناس الكيوي العينه، وما نهضروش على الزبيب اكيد طايب. ايضا اللحم طايب زبده يتفتت وحده. اما الشربات ولا العسيله ولا لاصوص ديالو كما راكم تشوفون ثقيله معسله وصافيه كالدمعه. هذه الكميه تاع اللحم الحلو ما ناكلوهاش في نهارها، نحطوه في الفريجيدير ونسخنوا غير الكميه اللي ناكلوها. هذه وصفتنا لنهار اليوم. شهدتكم في الجنة اخواتي الكرام، اللهم اجعلها نعمه دائمه ومنعها من الزوال لنا ولكم ولجميع المسلمين ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، صيام مقبول وذنب مغفور وأجر مرفوع لنا ولكم ولجميع المسلمين إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو أخواتي الكرام ما تنسونيش باللايك والأبوني والبارطاج فضلا وليس أمرا، جزاكم الله الجنة والنعم ديالها إن شاء الله. أترككم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم. سوا كانت الصورة ثقران لا فيديو بوستاقي ما كتواليم الحمل حلوان ضازيدان دفنينان معسل ظلكم ما هيد سيمس لا فاصويا كاع وتندم يمارا. هذه قبل رمضان ونقض رمضان ناس وتصل لجارك الحسنات. ما تعجبهم لا فيديو بوستاقي وتتوثرس لايك والابوني لك والبارطاج كون يجزي ربس لخلك الجنة. تجاكم دي سر لي سر ثملي اللي لا فيديو غادي تدون ما يبغاو حنين.